السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه اقول لكم في الجو الحر ده بيكفيناش مره واحده بس في اليوم ناكل ايس كريم، احنا عايزين ناكل اكتر من مره، وده لوحده ميزانيه بصراحه. عشان كده هنعمله بقى في البيت. اول واحد ده بالعسل، يعني من غير سكر، اي حد ممنوع منه السكر يقدر ياكل الايس كريم براحته اهو في البيت. عاملينه كمان بطعم التين الشوكي، بس كنت مصفياه. هنعمل كمان شويه بالفانيليا، واحنا ندلعه بقى بالطعم اللي احنا بنحبه. يعني عايزه اقول لكم مفيش حد ما بيحبش الفانيليا، بس احنا ندلعه بقى ونحط عليه صوص كراميل، عملناه مع بعض كتير قوي، اكيد انتوا خلاص حفظتوا. ممكن نحط كمان صوص شوكولاته، الصوص اللي انتوا حابينه بقى. بس وهنعمل شويه كمان بالمانجا. اول حاجه بقى هبدا بالتين. جبت التين ضربته في الخلاط حلو قوي عشان هصفي منه بس البذر. عارفين لو اللي في البيت ما عندهمش اي مشكله من البذر بتاع التين الشوكي، خلاص ما تصفوهوش، سيبوه زي ما هو، يعني يتضرب كده وما نصفوهوش. وعلى فكره هيكون احلى، يعني لما مش هنصفيه هيطلع احلى. بس انا صفيته لظروف معينه، يعني لو في حد عنده اي مشكله بقى من البذر بتاعه. ده أول نوع هنعمله بالعسل، عسل النحل، مش هنحط سكر خالص. أي حد في البيت مانع السكر يقدر يعمل الآيس كريم بالطريقة دي ويطلع تحفة وياكل براحته بقى ويستمتع في الحر اللي احنا فيه ده. بصوا شوية البذر اللي طلعوا، شوية حلوين بصراحة. بس كده صفينا التين، حطيت عليه بقى نص كوباية عسل نحل، عسل أبيض يعني. بس هقلبه، وده كده أنا حليت العصير نفسه بتاع التين. هقول لكم معلومة بقى صغيرة كده عن تجربة. يعني التين لما بنصفيه ونحليه كده ونركنه شوية، عايزة اقول لكم بعد حوالي مثلا نص ساعة، ساعة الا ربع، طعمه وريحته بيغيروا جدا، بيبقوا مش حلوين خالص. ما يعني عايزة اقول لكم ما يتشربوش من الاخر. بس لازم يبقى كله بسرعة بسرعة كده، يعني لو هنحطه في الايس كريم خلاص طعمه بيبقى حلو عادي في الايس كريم، بس لو دخل على طول. لكن لو في اي حد عنده مشكلة من التين او البذر اللي فيه وعمله عصير وصفاه، يتعمل فريش في وقتها ويتشرب في وقتها، ما ينفعش نركنه. المهم انا جبت هنا بقى لتر كريمه بدون سكر، يعني دي من غير سكر عشان احنا بقى اللي هنحليها بالعسل. بس مش هاخد اللتر كله، يعني هاخد منه، انا هضربها كده لحد ما تعلى وتبقى كريمي. دي كريمه نباتي، كريمه نباتي عادي خالص، بنخفقها واحنا باصين عليها كده ومراقبينها، ومش عايزينها يعني تتقل كده او تنشف معانا. بس هناخد بقى من الكريمة دي ونحط على العصير اللي احنا عملناه ونقلب كويس قوي. على فكرة نقدر نتحكم في كمية الكريمة والعصير زي ما احنا حابين، بس ما ينفعش يبقوا قليلين قوي. يعني بصوا الشوية اللي انا حطيتهم دول ما ينفعش اسيبهم كده بقى، هيطلع ايه بقى؟ الايس كريم هيطلع ناشف، وزي ما يكون فيه الكريستالات بتاعة التلج دي، اللي احيانا لو عملنا ايس كريم في البيت بيطلع فيه كريستالات صغيرة، ده عشان بيبقى العصير كميته اكبر من الكريمة. فبصوا هنحط كمية مناسبة برضو من الكريمة، وبقلب حلو قوي كده بمضرب السلك. انا دقتها بقى في المرحله دي لان اتفقنا الكريمه كانت من غير سكر، فلقيتها محتاجه بقى تتسكر شويه، حطيت نص كوبايه عسل كمان. يعني الكميه دي اخدت كوبايه مليانه من العسل النحل. بس هي كده سكرها حلو قوي ومظبوط. بصوا قوامها كمان حلو جدا. حطيتها في العلب دي، قسمتها بس على علبتين ودخلتها في ساعتها بقى في الفريزر. عايزة اقول لكم الايس كريم في البيت بيوفر ميزانية كبيرة جدا على فكرة، لان لو كل يوم بعتنا نجيب ايس كريم من بره هتلاقوا الموضوع بقى محتاج ميزانية فعلا. لكن لما نعمل في البيت وبص الكمية بتبقى قد ايه، يعني دول كده انا مخدتش اللتر الكريمة كله، لسه مبقية في حلة العجان كريمة تاني. بصوا كل الكمية دي تحفة بصراحة. اعمل بقى شوية كمان بالمانجا. دي مانجا قشرتها وقطعتها كده، شلت منها بس القشر والعضماية وخلاص. هضربها من غير اي اضافة، يعني مش هحط عليها شوية مية، حتى هسيبها تقيلة زي ما هي كده. ممكن في شفشق الخلاط على فكرة عادي لو مفيش هاند بلندر. بس انا نعمتها حلوة قوي كده. دي برضو هعمل بيها شوية ايس كريم. ده كريمة خفق نباتي برضو، بس دي فيها سكر، هحط عليها بس ظرف فانيليا. ده لتر برضو. هحط عليها كوباية كبيرة مليانة حليب مكثف، لبن محلى مكثف. هي اصلا الكريمة مسكرة، والحليب المحلى ده مسكر، ومع ذلك بعد ما ضربتها احتاجت سكر، حطيت عليها حوالي معلقتين ونص تقريبا. بصوا هضرب بقى الكريمة حلوة قوي لحد ما تعلى برضو وتبقى فوم. بس كده. هي كده انا عايزه اقول لكم هي كده ايس كريم فانيليا تحفه. يعني انا هاخد منها الاول واروح اشيل همل علبه. ده كده ايس كريم فانيليا. بس عايزه اقول لكم انا زي ما قلت لكم انا حطيت حوالي معلقتين ونص سكر تاني. وممكن كنت حطيت لبن محلى مكثف، بس ما كانش عندي تاني بصراحه. لو كان عندي كنت زودت حليب مكثف محلى، لكن ما كنتش حطيت سكر تاني. بس دي كده سهله ازاي.
كريمة وبنخفقها ونحط حليب مكثف ويطلع آيس كريم تحفة. بس آيس كريم فانيليا أحلى من اللي بيتباع في المحلات كمان. بس هنحطها كمان في الفريزر. بصوا دول اتبقوا من الفانيليا ودول اتبقوا من اللتر الأولاني، يعني أنا كل اللي استخدمته في الكمية اللي أنا عاملاها دي كلها 2 لتر سايل. بس هحط عليهم بقى شوية عصير المانجا كده، وده كده آيس كريم المانجا سهل جدا. بس هضليهم ضربة بقى وخلاص. وبما اني ما كنتش حاطه اي سكر في العصير وانا بضربه عصير المانجا، فهحط هنا حوالي معلقتين سكر برضه او معلقتين ونص حاجه تقريبا كده، مش متذكره قوي يعني، بس تقريبا حطيت معلقتين ونص هنا. بس هديهم بقى ضربه وخلاص كده. عايزه اقول لكم لو عايزين تبينوا اللون اكتر وتظهروه اكتر، اللون الاصفر الجميل ده بتاع المانجا، ممكن تحطوا نقطه لون اصفر في قلب العصير، وفي الاولاني بتاع التوت كان ممكن نحط نقطه لون اخضر، فهيدي لون من بعيد كده كانه شبه الفستقي شويه. بس انا يعني بفضل نسيبه عادي بطبيعته، اللون الطبيعي هو كده لونه طبيعي جدا وكريمي وتحفة، وبعد ما بيتجمد بيبقى تحفة وبيطلع ناعم ومفهوش الكريستالات الصغيرة دي بتاعة التلج اللي بتضايقنا بقى في الايس كريم لما بنعمل في البيت احيانا. بس اهو بصوا، تعالوا بقى عشان اوريكم هو قد ايه ناعم، واحنا بناخده كمان بالمعلقة كده. بصوا الكمية دي كلها الاربع علب دول مليانين من الاتنين لتر كريمة. والفاكهة يعتبر حبة مانجا صغيرين جدا وحبة تين صغيرين جدا، والفانيليا ما خدتش اي حاجة مننا غير حبة حليب مكثف ممكن نعمله في البيت. بصوا النعومة بتاعة الايس كريم طالعة ازاي في المعلقة، بصوا تحفة فظيعة. نسيت اقول لكم حاجة مهمة جدا، لازم نسيبه في الفريزر مش اقل من 8 ساعات، يعني ما نستعجلش عليه. كل ما يقعد اكتر، يا اما نعمله الصبح بدري عشان ناكل منه بقى اخر النهار احنا والولاد، يا اما نعمله من قبلها بالليل ونسيبه لتاني يوم يتاكل تاني يوم بقى، يعني سيبه يجمد براحته. بس ده اللي ما كانش عليه سكر، فنحط على الوش شوية عسل، بلاش كراميل عشان الكراميل اصلا فيه سكر. وده كده ايس كريم صحي ومفيهوش اي سكر ولا اي مواد حافظة بقى ولا الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. بس وده الفانيليا، بصوا برضو هو ناعم قد ايه، تحفة. جربوا واعملوا الايس كريم في البيت، وخصوصا في اليومين اللي احنا فيهم دول الجو حر قوي قوي، والولاد عايزين كل شوية حاجة ساقعة وايس كريم وحاجات من دي. بس دلعوا البيت كله بقى، شوفوا كل واحد بيحب ايه واعملوا بالأطعم اللي كل واحد بيحبها. وفي الاخر ممكن تجمعوا كمان طبق واحد زي ده وفيه كل الأطعم، يعني فيه من كل طعم بولة. هيبقى تحفة وهيبقى البيت كله مبسوط وراضي. بس هنحط شوية صوص كراميل هنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. أسيبكم في حفظ الله واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم جدا في الله، مع ألف سلامة.